اللي قدامي دول 5 انواع مختلفة من الكاميرات. في الفيديو ده بقى هنمسك واحدة واحدة علشان تعرف ايه نوع الكاميرا المناسبة ليك. هنبدأ بأول حاجة الكاميرات الميرورلس او اللي بيسموها البروفيشنال كاميرا، ودي طبعا اهم ميزة فيها الكواليتي الحلوة وفكرة ان انت تقدر تفك وتغير العدسات زي ما انت عايز وتركب اي عدسة. طبعا مشكلتها الأساسية حجمها ووزنها، وفكرة ان انت في الشارع او في اي مكان هتنزل بحاجة زي كده هيقولوا لك فين التصاريح وممنوع، وزنها صعب، فايلاتها تقيلة، محتاجة لابتوب قوي. نقدر نقول ان هي تنفع اكتر للناس اللي عايزين الكواليتي بتاعت الحاجه اللي هم بيصوروا بيها تطلع عاليه قوي. واشهر شركتين دلوقتي سوني وكانون، وسوني متفوقه شويه. وده بقى ياخدنا للنوع الثاني بنسميه الاكشن كاميرا، وهنا بقى عندك الشهيره الجو برو. في نفس الوقت دي جي اي وانستا 360 بيعملوا برضو اكشن كاميرا، ودي بقى من اسمها اكشن كاميرا، معموله للاكشن، للرياضه، للتخبيط، قويه جدا، ممكن تقع وما يحصلهاش حاجه، بتنزل تحت الميه لمسافات كبيره وما بيحصلهاش حاجه، بتتركب على طيارات، عربيات، موتوسيكلات، اي حاجه فيها اكشن وتخبيط بنستخدم لها اكشن كاميرا. في نفس الوقت ليها ماونتس لذيذه، ممكن البسها كده على دراعي. في برضو الهيد ماونت ده بتلبسه كده وتقوم مركب الكاميرا على دماغك بحيث اي حاجه بتعملها تبقى الكاميرا شايفاها. في نفس الوقت في ناس كتيره من سهولتها بقوا بيستخدموا الاكشن كاميراز دي ان هم يعملوا فلوجز ويسافروا بيها. بما اننا بقى بنتكلم على فلوجينج فده ياخدنا للاوزمو بوكيت 3، كاميرا جديده مفيش حاجه شبهها، صغيره، معموله ان هي ممكن تتحط في الجيب. ميزتها ان هي بسهوله بتقدر تقف على 3 رجلين، راكبه على جيمبل، ده معناه ان فيها فليكسبل هيد تقدر تحركها وتوديها لفوق وتحت زي ما انت عايز. تقدر تقلبها وتخليها بصه عليك او تقلبها وتخليها بصه الناحيه الثانيه. دي معموله وسهله ومريحه قوي للفلوجينج، حتى لو دوست على وشي كده 3 دوسات اوتوماتيكلي هتفضل تعمل تراكنج لوشي في اي مكان اروح، تفضل مركزه عليا. يمكن عيوبها بقى ان هي مش قويه زي الاكشن كاميرا، ولو اتخبطت اي خبطه كده او بتاع ممكن تتكسر. في نفس الوقت هي عدسه واحده ما فيهاش زوم ان واوت وكده، مش زي بقى ايه الموبايل، وده الكاميرا اللي جايه عندنا. الموبايل بيبقى عندنا 3 عدسات بننقل فيهم بثانيه. مشكله الموبايل الاساسيه بتبقى الاستورج، ان هو بيتملي بسرعه، لازم تجيب له ترايبود ولازم توجهه للحته اللي انت عايزها. على عكس الاوزمو بوكيت انا ممكن احطها في حته عاليه وكل اللي اعمله ان انا احرك الراس بحيث تبقى بص على المكان اللي انا عايزه. في نفس الوقت طبعا الكواليتي بتاعت اغلب الكاميرات دي بتبقى احسن سنه من الكواليتي بتاعت الموبايل، بس خدوا بالكم الحاجات اللي بتطلع من الكاميرا محتاج يتعمل لها اديت علشان تطلع كويسه. على عكس الموبايل انت بتصور الحاجه هو بالاي اي بيعالج لك الصوره وبيطلع لك السما زرقاء والبشره حلوه وبيظبط كل حاجه. برضه حاجه تانية ان انت لو عايز تشوف نفسك بالموبايل هتضطر تستخدم السيلفي كاميرا اللي هي ما بتبقاش احسن حاجه، انما زي ما قلنا الاوزمو بوكيت بكل سهوله ممكن تلف الكاميرا هيد نفسها وتبدا تتفرج على نفسك عادي وتاخد الكواليتي العالي وانت شايف نفسك. فما زال بالنسبه لي الموبايل كفلوجينج من الادوات القويه جدا لو معاك موبايل كويس. وده ياخدنا بقى لاخر كاميرا بتتفتح بزرار هنا كده من الجنب وبنلبسها، دي نضاره شمس، بيبقى فيها كاميرا هنا وبزرار واحد كده بتدوس عليه، يا اما بتاخد صوره يا اما بتبدا تصور فيديو وتصور كل حاجه بتحصل حواليك. في نفس الوقت بقى بتشغل اغاني وبتعمل كام حاجه. ليها كذا ميزه، منها ان هي مجمعه فكره الهيد ماونت والجو برو في نفس الوقت، اي حاجه ببص عليها بتتصور على طول. في نفس الوقت ان هي مخفيه محدش واخد باله منها قوي. شايف ان هي عمليه ولذيذه قوي للناس اللي بتنزل مثلا تفلوج في الشارع وتروح للبياعين تشتري منهم وتسالهم وبيبقوا عايزين يصوروا الحاجه من غير ما يبان ان في كاميرا في وش الشخص فالشخص يبدا يقلق او يخاف. في نفس الوقت برضو اعتقد تنفع في بعض الرياضات، الواحد بيلعب مثلا فولي، بيلعب راكت، قاعد في العربيه وسايق وعايز يصور البي او في بتاعه اللي هو شايفه، اعتقد دي تبقى من الاوبشنز اللذيذه قوي. النهايه بقى طبعا على حسب انت بتعمل ايه هتختار الكاميرا المناسبه ليك. وانا عن نفسي شايف ان المستقبل هيطلع في حاجه من الاثنين دول، يا اما سوني هيبداوا يعملوا كاميرات صغيره وبورتابل وسهله بنفس الكواليتي العاليه بتاعتهم، يا اما بقى هينزل لنا اوزمو بوكيت 4 ويحلوا المشاكل البسيطه اللي موجوده هنا. لو الكاميرا دي بقى مثلا الهيد بتاعها بيتفك واقدر اركب عدسات مختلفه، اعتقد هتبقى واحده من اعظم الاختراعات اللي حصلت. فنقدر نقول في زماننا ده ما زال مفيش كاميرا كامله قوي، كل حاجه ليها مميزات وعيوب، بس افتكروا كلامي ده، قريب قوي هتنزل الكاميرا البيرفكت اللي مجمعه كل حاجه.